يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة تخص موزنجيليك، واحد من أشهر حبوب منع الحمل. هنعرف بالظبط إيه هو، فوائده إيه، وإزاي بيتاخد صح. يلا بينا نبدأ على طول. سؤال بيتسأل كتير، إزاي نلاقي وسيلة منع حملة تكون مضمونة وفي نفس الوقت تساعد في تنظيم الدورة؟ لو السؤال ده شاغل بالكم يبقى خليكم معانا عشان الشرح ده هيفيدكم جدا. طيب خلينا نبص عليه. هو ده موزنجلك. العلبة زي ما احنا شايفين، والشريط اللي جواها بيكون فيه 21 قرص بالظبط. طيب إيه هو موزنزليك ده بقى؟ ببساطة كده، دي حبوب مانع حمل مركبة. وكلمة مركبة دي مهمة قوي، عشان معناها إنها فيها نوعين من الهرمونات مش نوع واحد، وهما الإيثينيل استراديول والدروسبيرانون. نيجي بقى للنقطة اللي بتهم ناس كتير قوي، هو بيستخدم في إيه؟ الحقيقة إن فوائده واستخداماته أكتر بكتير من مجرد منع الحمل. تعالوا نشوف. بص بقى، أول حاجة والأساسية طبعا منع الحمل، دي وظيفته الأولى. بس المميز فيه إنه مش بيقف عند كده، لا ده كمان بيساعد بشكل كبير في تنظيم مواعيد الدورة الشهرية، يعني بيخليها منتظمة. وكمان بيقلل ألم الدورة، ودي حاجة بتفرق مع ناس كتير. ولو في مشكلة نزيف غزير هو كمان بيساعد إنه يقلله. والمفاجأة بقى إنه ممكن يساعد في تقليل حب الشباب وتحسين شكل البشرة. وآخر حاجة بيخفف من أعراض ما قبل الدورة الشهرية أو PMS اللي كلنا عارفينها. يعني فوائده كتير بصراحة. ودلوقتي وصلنا لأهم جزء في الموضوع كله، إزاي بيتاخد صح، لأن الطريقة الصح هي اللي بتضمن إنه يشتغل بكفاءة 100%. فركزوا معايا في النقطة دي. النظام بتاعه بسيط جدا بس محتاج التزام. هو قرص واحد كل يوم، وأهم كلمة هنا هي في نفس الميعاد، يعني لازم الميعاد يتثبت. ممكن نظبط منبه الموبايل عشان الموضوع يبقى سهل. بنفضل ماشيين على كده لمدة 21 يوم ورا بعض لحد ما الشريط يخلص. بعد ال21 يوم بناخد راحة 7 أيام كاملين، وفي ال7 أيام دول مفيش أي حبوب بتتاخد. أول ما ال7 أيام يخلصوا بنبدأ شريط جديد في اليوم الثامن على طول، وهكذا. طيب نيجي للسؤال اللي دايما بيتسأل، بالنسبة لأول شريط خالص المفروض نبدأه إمتى بالظبط؟ بصوا، أفضل وقت للبداية هو أول يوم في الدورة الشهرية، دي الحالة المثالية. طيب لو لسبب ما البداية كانت في أي يوم تاني، هنا في قاعدة مهمة جدا: لازم يتم استخدام وسيلة منع حمل إضافية زي الواقي الذكري مثلا لمدة أول 7 أيام. ده عشان نضمن حماية كاملة لحد ما الهرمونات تبدأ تشتغل بشكل فعال. أوكي، الجزء اللي جاي ده مهم جدا جدا. هنتكلم عن شوية تحذيرات لازم الكل يكون عارفها، وما ينفعش أبدا نتجاهلها. في حالات معينة ممنوع فيها استخدام موزنجيليك تماماً. زي إيه؟ لو في تاريخ مرضي للجلطات، أو لو الضغط عالي ومش منتظم، أو لو في أي مشاكل في الكبد. وفي نقطة مهمة جداً كمان، لو السن فوق 35 سنة مع التدخين، ده يعتبر من الموانع القوية جداً. ودي يمكن تكون أهم معلومة في الشرح ده كله، وعشان كده حطيناها لوحدها. الدواء ده زيه زي أي حبوب منع حمل، ما ينفعش يتاخد من نفسنا كده. لازم، وأكرر لازم، يتاخد تحت إشراف طبيب. الدكتور هو الوحيد اللي يقدر يحدد إذا كان مناسب للحالة دي ولا لأ. طيب موقف بيحصل، لو حد نسي ياخد قرص في ميعاده يعمل إيه؟ القاعدة العامة بتقول إنه ياخده أول ما يفتكر. بس الأهم والأضمن، خصوصا لو فات وقت طويل، هو سؤال الصيدلي أو الطبيب. هم اللي هيدوا التعليمات المظبوطة حسب الحالة. وقبل ما نخلص في سؤال مهم، ناس كتير بتسأل عن الفرق بين موزانيك وأنواع تانية مشهورة زي ياسمين أو ياز. تحبوا المرة الجاية نتكلم عن الفروقات دي ونعمل مقارنة بينهم؟ لو الفكرة دي عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتس تحت. قولوا لي إيه أكتر نوع تحبوا نقارنه بيه، ياسمين ولا ياز؟ مستنية أعرف رأيكم. وفي الآخر، لو حسيتوا إن الشرح ده كان مفيد وقدم معلومة جديدة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان المعلومة توصل لناس أكتر، وطبعا فولو عشان تتابعوا كل جديد بنقدمه. أشوفكم المرة الجاية.